السلام عليكم، مرحبا بكم تاني في قناتي. النهاردة بإذن الله هعمل فيديو الجزء الثالث، أعتقد ده ثالث واحد خاص بقصتي في كندا. والنهاردة هبتدي قصة الشغل من وقت ما اتخرجت من الجامعة من مصر ولحد دلوقتي. بس أنا عشان اشتغلت كذا شغلانة مختلفين قررت بإذن الله هقسمها وهحكي لكم عن كل شغلانة إن شاء الله أنا اشتغلت إيه وفين على قد ما أقدر من غير ذكر أسماء الأماكن يعني. والمرتب، عايزة أتكلم عن المرتب لأن أنا ابتديت من زمان، من سنة 2000 وأنا بشتغل on and off يعني ولحد دلوقتي. بس عشان أنا اشتغلت في different domains يعني هحكي فيديوهات منفصلة. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن شغلي في مصر وعن أول شغلة أنا اشتغلتها لما جيت كندا مع التفاصيل شوية لو قدرت على قد ما أقدر يعني. وبعد كده هعمل فيديو خاص ببروفيشن التدريس لأن أنا اشتغلت مدرسة زي ما قلت لكم في البري سكول اللي هم بيقولوا عليهم جارديري هنا، اللي هم الأولاد 6 شهور لحد 5 سنين. وبعد كده أخدت البكالوريوس واشتغلت من كيندرجارتن يعني لحد ممكن آخر هاي سكول أشتغل. والفيديو اللي بعديه هعمله عن مهنة التمريض النيرسينج specifically يعني. فنبتدي الأول خالص عن بعد ما اتخرجت. أنا اتخرجت سنة 2000 زي ما قلت لكم من زراعة إنجليش في مصر، وكنت عاملة كام شهادة بسيطة من جامعة كامبريدج في اللغة الإنجليش يعني. فأول شغلانة اشتغلتها كانت في التدريس. اشتغلت في مدرسة خاصة، كنت بدرس إنجليش. كانت مدرسة خاصة وفيها جزء لغات وجزء مش لغات. أنا كنت بدرس في قسم اللغات انجلش بس لطلبة سنة أولى لحد سنة رابعة ابتدائي. وده أول شغلانة اشتغلتها، كان مرتبي 140 جنيه، وكان بابا بيديني مصروفي فوق مرتبي ده بس عشان أدفع مواصلاتي، عشان المدرسة كانت بعيدة شوية، وعلى شرط هو كمان كان بيوصلني الشغل الصبح لأنه كان على طريقه. فبس علشان أرجع من المدرسة دي للبيت فوق 140 كانوا بيديهم لي، كنت باخد مصروفي بس عشان أدفع مواصلات one way يعني. بس دي أول سنة كانت شغل وكنت فرحانة بيها. وطبعا أنا جربت في أولاد الناس لأن ما عنديش خبرة في التدريس ولا أي حاجة يعني، بس كنت شاطرة في اللغة وكنت سني صغير فكان ولاد بيحبوني يعني، فاكتسبت الاكسبيرينس دوت. تاني سنة كان في مدرسة جديدة بتتبني اسمها مدارس القدس للغات. أول سنة مدارس القدس للغات دي اتعملت، أنا قدمت واتقبلت فيها واشتغلت فيها مدرسة إنجليش. اشتغلت مش فاكرة، أعتقد جريد 2 و 3 بس أول سنة. قعدت عندهم almost 3 سنين، وكنت بدرس برضو ESL English Second Language أو English كلغة تانية. كانت مدرسة لغات برضو خاصة ديت بقى، كانوا بيدوني مرتب محترم يعني مقارنة بمدرسة شيرين. كنت باخد 240 جنيه ومع الزيادة طبعا لأن قعدت كذا سنة وصلت 260 جنيه عندهم. والله أعلم عشان ما أكونش بس بكذب، يمكن وصلت 275 أو حاجة مش فاكرة قوي يعني، بس كان 200 وحاجة يعني. excuse me. يعني الأرقام دي طبعا مختلفة تماما دلوقتي والمرتبات زادت عن كده، بس هو عموما معروف ان المدرسين مش بيعملوا مرتب عالي قوي يعني. ما بيحبوا عادة المدرسين اللي في المهنة ديت بيعملوها علشان هم فعلا بيحبوها، عندهم passion للشغلانة ديت، عندهم حب للولاد، عندهم حب ان هم يكونوا مثل للأولاد وقدوة ليهم يعني. أنا كنت بحب جدا جدا التدريس، وأنا شخص كرييتيف، بحب الأفكار، أحب أعمل حاجة خارج الكتاب، أحب أعمل تطق في دماغي حاجة أقوم عاملاها. كان وقتها المنهج، طبعا أنا ما أعرفش أي حاجة عن المناهج في مصر دلوقتي، بس كانوا بيعملوا لهم نوفل أو قصة يعني على المدرسة إنها تدرس القصة دي للولاد وتمتحنهم فيها وكده. أنا كنت بحب أعمل جزء زي تمثيل في القصة، أشوف القصة عن إيه، ويدخلوا الولاد الفصل يلاقوني قلب الفصل بديكورات شوية خاصة بالسينز اللي في القصة وحاجات زي كده يعني. كان في قصة في سنة تانية عن التريجر هانتينج، وفاكرة اني رحت عملت لهم خريطة ودفنت لهم تريجر في الحوش بتاع المدرسة ودوروا عليها. كنت شخص أحب الأفكار وأحب الحاجات وكده يعني. وبعدين بعد ما اتجوزت، علشان زوجي شغله كان في القاهرة، أنا من اسكندرية والشغل ده كان في اسكندرية، سافرت على القاهرة.
بس ما وقتها كان في إعلانات وحاجات زي كده، يعني لمّا كنت بادوّر على شغل قررت أجرّب حاجة غير التدريس يعني، وكان وقتها بدأ يشهر أوي حكاية الcustomer service. كان وقتها كانت بقى شركات كبيرة زي فودافون والشركات الكبيرة بتاعة التليفونات والحاجات دهيّة بيبتدوا يعيّنوا، وسمعنا إن بيدّوا مرتبات كويسة وحاجات زي كده. أنا وقتها قدّمت في شركة بريطانية مش فاكرة اسمها الحقيقة، بس كان customer service يعني، إن هم خدمة عُملا بالتليفون، يعني أنا باروح أرُد على تليفونات. آمم، بس أنا وقتها كان العُملا بتاعنا في الUK، فكانوا بيتكلموا English بس، فاشتغلت باللغة أكتر من أي شيء تاني، وانبسطت جدًا في الشغلانة ديّة، وكنا بنرُد على الcustomers دُولة وعلى أسئلتهم، و والمُرتّب كان ظريف بصراحة، مش فاكرة كان كام بالتحديد، بس كنت باخد مثلًا 900 جنيه أو حاجة زي كده، فطبعًا أكتر بكتير من التدريس اللي أنا كنت باخده يعني، الكلام ده في آخر 2003. قعدت بقى ونقلت من الشركة ديّة لشركة تانية، عملت customer service في شركة تليفونات، بس برضه كانت برّه، كانت في أمريكا، وكان الShift بيبقى بالليل مسائي، مش فاكرة كان الساعة كام بالضبط، بس أنا كنتش باشتغل الصبح زي الناس، كنت باروح شغلي بعد الضهر، يمكن الساعة 14:00 كنت أروح الشغل، أو الساعة يمكن بعد 14:00 كمان. آآ بس، ففضلت في الcustomer service دوّة وأنا في القاهرة، قعدت سَنة وشوية في شركتين مختلفين باعمل هي خدمة العملاء يعني. وبعدين جه النصيب وسافرنا على كندا، فلمّا جيت هنا أول شغل كنت بادوّر عليه وأقدّم، طبعًا حاولت أسعى في حكاية معادلة الشهادة وعملتها، واكتشفت إنه لأ، مش هينفع بشهادتي ديّة إن أنا أشتغل مُدرسة، لازم أروح أدرس تاني. فوقتها كان متوفّر أوي بقى حكاية customer service ديّة، ولقيت إن باللغة بالإنجليزي ممكن أشتغل عادي جدًا، مش محتاجة الفرنساوي. فقدّمت الحقيقة واشتغلت على طول، أو يعني مسافة أسبوعين ما وصلنا هنا، لمّا رستقنا أمورنا وورقنا وحاجتنا، وعملنا الحساب في البنك والحاجات ديّة، بدأت أقدّم، وفي خلال شهر كنت بدأت أول وظيفة، وكانت برضه في شركة تليفونات كان اسمها روجرز، ما زالت موجودة لحد دلوقتي. وأول شغلانة عملت الtraining فيها، بس قالوا لنا بقى استنوا أسبوعين، استنوا مش عارف، فضلوا يسوّفونا، فأنا قدّمت في مكان تاني. وقدّمت في شركة تانية واشتغلت customer service برضه، وكانت شركة marketing هي، كانوا العُملا بيتصلوا يعملوا order لحاجة، كنا بنبيع حاجة اسمها gift certificates، زي كارت كادو يعني، لمّا حد يجيب لك هدية مثلًا كارت أمازون مدفوع already، بس كانت بقى محلات بقى تانية يعني موجودة هنا في أمريكا، وهنا حاجات The Bay، Staples، محلات كبيرة يعني. excuse me. وكانوا يتصلوا يعملوا الorder بتاعهم، وكانت شغلانة ظريفة أوي بصراحة، وفضلت فيها كتير بقى أنا الشغلانة دي كذا سنة، واترقيت بقيت supervisor على يعني الsupervisors كانوا بياخدوا المكالمات، كنتش supervisor يعني supervisor على أشخاص معينين، لأ الsupervisor على التليفون برضه، لمّا يتصل client مش مبسوط أو عنده شكوى، أنا اللي باكلم الclient دوّة بعد ما الagent يعني مش عارف يتعامل معاه، يقوم محوّله لي أنا. وأول شغلانة اشتغلتها ديّة أعتقد بدأت يمكن $13 في الساعة، ده كان في 2004، وقعدت معاهم لحد 2007، أنا لحد لمّا ربنا رزقني بأول طفل، وكان مرتبي وصل مع الترقية وكذا، أعتقد كنت باخد $15.50 في الساعة. بس، وبعد كده بقى ربنا رزقني بأولاد، فوقّفت شوية، وبعدين رجعت للدراسة وكمّلت بقى الشغلانة اللي بعد كده. عمومًا شغلانة customer service representative دي موجودة في البلاد العربية، موجودة هنا لغاية دلوقتي في كل الشركات، أي خدمة أو أي شكوى أنت عندك بتقوم متصل رقم خدمة العملا كذا، كذا، اتصلوا عليه وحد بيرد عليك، أنا كنت باشتغل الشغل ده. مش بيكون محتاج أي شهادة، كتير جدًا بيبقوا كاتبين إن هم عايزين experience، بس بياخدوا اللي من غير experience لإن هم بيمرنوك. آمم كل الشركات فكّروا يعني، هتلاقي البنك له customer service، هتلاقي مثلًا credit card companies، شركة زي أمازون العملاقة ديّة عندهم customer service، أي حاجة خدمة عملا في كل حاجة، شركات التليفونات كلّها. الحلو بقى إن كتير، كتير من الشركات الكبيرة ديّة خصوصًا بعد موضوع كورونا، عملوا إن أنت ممكن تشتغل من البيت الشغل دوّة، ففي ناس الموضوع ده بقى سهل عليهم إن أنت توفّر بقى المواصلات وفلوس المواصلات والوقت اللي بتضيّعه في مواصلاتك علشان تروح. فدلوقتي ناس كتير ممكن تشتغل الشغلانة دي من بيتها، لهم طلبات
لازم يكون عندك كمبيوتر كويس، إنترنت سريع، هيدسيت وميكروفون طبعًا، وحتّة هادية في بيتك يعني، ويكون عندك flexibility في ساعات العمل، يعني ممكن تشتغل shift الصبح، shift بالليل وهكذا. المرتبات طبعًا أحسن بكتير من وقتها، لإن دلوقتي عمومًا في عجز في العمالة in general في جميع المجالات including الcustomer service. ادخلوا online دوروا في أي حتة jobbank.ca indeed.com workopolis، كل شركات اللي فيها يعني إعلانات وظائف هتلاقوا customer service representative، ومش هتلاقوا أي حاجة متسجلة أقل من 18-20 دولار في الساعة، ممكن يوصلوا لحد 30. بس الإكسبشن أو الحاجة المختلفة هنا في كيباك شوية ممكن تلاقيهم طالبين bilingual، أنت تكون بتتكلم إنجليزي وفرنساوي. غالبيتهم هنا بيكون كده، إلا لو أنت اشتغلت حاجة overseas أو حاجة مثلا شركة أمريكاني أو كذا، فالكلاينتس بيتكلموا إنجليش بس ساعتها أوكي. يعني ممكن تلاقي الأوبشنز محدودة شوية بس هتلاقي شغل. فدي أعتقد شغلانة يعني ممكن أي حد يقدم عليها، ممكن أي حد يشتغلها. لو حد جديد جاي هنا ابتدي بدهيت لحد لما تشوف مجالك وسكتك. والحلو فيها ان انت ممكن تختار ساعات عملك طبعا زي ما قلت، و بعد ما تختار ساعات عملك يعني تقدر مثلا انت تكون بتدور على شغل تاني بالنهار. لو هي واحدة ست وعندها أولاد مثلا ممكن تشتغل وأولادها في المدرسة وهكذا يعني. بس فدي الخاص بيه اللي هو سيرفيس على كلاينتيل أو كاستمر سيرفيس ريبريزنتيفز، يعني خدمة العملاء اللي أنا اشتغلتها. دي أول شغلانة اشتغلتها في كندا، قعدت فيها حوالي 3 سنين. وأنا دخلتها وكتبت لهم طبعا إن أنا عندي experience، لأنه قعدت سنة وشوية في مصر بشتغل نفس الشغلانة ديت، فأنا جاي لهم بإكسبيرينس. بس زي ما قلت لكم مش لازم experience، وبيمرنوكم. ولو حد عايز يقدم على شغل ومكتوب مثلا خبرة سنتين، خبرة سنة، ما تخافوش قدموا. كتير جدا 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 بيشتغلوا بدون أي خبرة هما، بس دي حاجة يعني فيكس كده لازم يحطوها في الإعلان يعني. بس دي قصة أول وظيفة أنا اشتغلتها لما جيت كندا، وحبيتها لحد لما أخدت بوزيشن السوبرفايزر ده. بقت بتعامل مع الناس المتنرفزة أو الناس المتضايقة، وكانوا طبعا لسانهم بذيء جدا، فبدأوا يعصبوني يعني. ما بقتش بحبها الشغلانه ديت. فلما اخدت اول ماترنتي ليف مع ابني، الحمد لله ان انا ما رجعت لهاش تاني يعني، لان في ناس قله الادب بصراحه بيشتموا الفاظ يعني انا مش متعوده على كده يعني. بس والحمد لله رب العالمين عدت على خير، وكان ليا نصيب في حاجات اخرى بقى. فمش عايزة أطول عليكم في الفيديو دوت. دي أول جزء في الخاص بالشغل. بإذن الله الفيديو جاي هتكلم عن التدريس، وأحاول إن شاء الله برضو أديكم فكرة عن التدريس في الحضانات والمرتبات برضو، وبعد كده تدريس المدرسين والمرتبات برضو. وآخر فيديو إن شاء الله هيكون خاص بالتمريض. اسمحوا لي لو دخلت فيديو كده زيارة لواحد محل عربي هنا أو محل كده. بيكونوا فيديوهات أقصر شوية، وفي ناس بتعمل سيرش على حاجات أفكار يشتروا مشتروات من هنا من موريال. فحابة الناس اللي هي بتدور على السيرش دوت تلاقي فيديو ممكن أنا أشارك بحاجة من عندي أنا كمان. بس كده، أشكركم جدا على حسن استماعكم. بليز سبسكرايب لو أنتم مشتركتوش عندي، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.